وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب من أجل الحوار. وغاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر، ووكل وزير الخارجية ناصر بوريطة لتمثيل المغرب فيها. والعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط مقطوعة منذ عام 2021 على خلفية النزاع في عدد من الملفات المعقدة، أبرزها الصراع في الصحراء المغربية وعلاقة الجزائر بجبهة البوليزاريو. صرح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة يوم الأربعاء بأن الملك محمد السادس قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب بهدف إجراء حوار، وذلك بعدما لم تتاح الفرصة لتحقيق ذلك خلال قمة الدولة العربية التي انعقدت في الجزائر. تأتي هذه الدعوة في سياق استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ أغسطس 2021، حيث غاب الملك المغربي عن مشاركته في القمة العربية. وفي هذا السياق أوضح بوريطة أن الملك أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، حيث كان قد تلقى دعوة لحضور القمة العربية، ومع ذلك لم يتلقى الوفد المغربي أي تأكيد من الجانب الجزائري من خلال القنوات المتاحة، بسبب طلب توضيحات حول الترتيبات المخصصة لاستقبال الملك المغربي. وأعرب بوريطة الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة عن أسفه لعدم تلقي أي إجابات عبر القنوات الملائمة. وكان وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة تساءل في حوار مع قناة العربية الاثنين عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم الأربعاء فرصة ضائعة. وأشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر، لكن بوريطة اعتبر أن مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات. وأضاف: لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسنى إجراء هذا الحوار في الجزائر. وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توترا مستمرا على مدى عقود، ويرجع ذلك جزئيا إلى دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو التي تطالب بالاستقلال في الصحراء المغربية. يعتبر المغرب الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. تزايدت حدة التوترات بشكل خاص عندما أعلنت الجزائر في أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه بارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر في عام 1962. أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار ورفض مبرراته الزائفة. تعززت حدة التوتر أيضا بعد إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية، الذي شمل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في نهاية عام 2020. هذا التطبيع تسبب في استياء الجزائر الذي اعتبرته تحركا موجها ضدها، وزاد من تعقيدات العلاقات في المنطقة.